الدقيقة 57 الجماهير بعنوان بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح، وده اللي اتكلمنا عليه. ما وهو سر قوة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة هي جماهيره، جماهير نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك الوفية هي كانت سر نجاح. آه كانت دايما هي سر نجاح نادي الزمالك، والكارت اللي بيلعب بيه نادي الزمالك دايما. جينا بعد كده آه آه، برضه بلوزداد بدأ يضيع لحد الدقيقة 60، وفي الدقيقة 61 يخرج بن حسين. في الدقيقة 62 بلوزداد برضه بيحاول، لكن ناصر منسي في الدقيقة 63 كان هيسجل هدف، لكن تألق من الشعال. وكان لازم المفروض في الماتشات اللي فيها بعض المساحات، لأن طبعا من الدقيقة 65 أو 63 بدأنا نشوف مساحات في ظهر دفاع شباب بلوزداد. كان المفروض ينزل لاعب شيكو بنزا من الأول. شيكو بنزا رغم إن هو تقول لي مش خطير، لاعب مستتر، لكن لاعب سرعات ممكن يعمل لك خطورة، كان ممكن يفرق، لكن هو نزل متأخر. تحس زي ما قلنا كاتبها عندي، تحس ان احنا بنلعب في الجزائر، ما بنلعبش في استاد القاهرة. الزمالك طبعا كتبت ربنا يستر، لان الواحد كان قاعد قلقان من الماتش. فعلا كان ماتش صعب، وربنا ستر على نادي الزمالك. كابتن معتمد جمال مش عارف كان مستني ايه في الدقيقة 70، مستني ايه ان هو يغير. انا مش فاهم من وجهة نظره مستني ايه. الماتش كان هيروح منك، كان ممكن يروح منك سهل جدا، خصوصا في ظل الهجوم الخطير او العرضيات اللي كانت بتتلعب من شباب بلوزداد. كان ممكن لا قدر الله واحدة منهم تيجي تخلص لك الماتش، هنخش في ضربات جزاء وفي حاجات ملهاش اي 30 لازمة. الدقيقة 76 بيطلع عبد الله السعيد اللي كنا قلنا ينزل يطلع من بدري، ونفس الكلام عمر جابر. الدقيقة 80 بيخرج بوكر شاوي وينزل بالخير شباب بلوزداد. الدقيقة 81 مهدي سليمان يتصدى لكورة. بصراحة الكورة ديت هي كرة الماتش. الكورة دي لو كانت